السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فريدة أو فريدة كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم دي ميني كيك اللي كيجيو خطيرين في المذاق. بعجينة وحدة غادي نخرجوا ثلاثة تاع النكهات، كيجيو بنان وخفاف وكذلك اقتصاديين. كتقدروا توجدوهم من يكونوا الضياف ولا غير وليداتكم الصغار، كيجيو كيحمقوا لا في المنظر ولا حتى في المذاق، وساهلين بزاف. غادي نحتاجوا فقط 3 نتاع البيضات باش غادي نخرجوا 3 نتاع النكهات. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. الا عجبكم كما العاده ما تنسوش تخليو لي لي جيم وكذلك التعليق ديالكم. كنخليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. هنا غادي نحتاج 3 نتاع البيضات متوسطين. غادي ندير معهم كاس نتاع السكر، زوج من سكر فانيلا، واحد القبصه نتاع الملح ما نساوهاش. غادي نخلط هاد المكونات مليح بالخلاط اليدوي. لا بغيتو ديروا الخلاط الكهربائي ديروه، يعني راه كنوريكم انا هنايا كلشي راه ساهل، غير بالخلاط اليدوي كيصدق لكم اي حاجه. غادي نضيف عليهم كاس نتاع الحليب، نخلط شويه، وغادي نزيد واحد كاس الا ربع نتاع الزيت. غادي نضيف الكاس الاول نتاع الفرينه ونخلط، من بعد غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف 3 نتاع الخمارات نتاع الحلوى من فئه 7 غرام او 8 غرام. هنا بالنسبه للفرينه انا احتاجت لي غير زوج كيسان عفوا. الا بغيتو نتوما تزيدوا زيدوا، انا كنبغي دائما الخليط نتاع الكيك يجي شويه جاري، ما يجيش قاصح. صافي من بعد غادي نقسم داك الخليط على 3 عفوا. غادي ندير 3 نتاع النكهات كما قلت لكم. الخليط الاول غادي نضيف له واحد الليمه محكوكه، الليمه اللي هي الحامض. غادي نضيف واحد الليمه محكوكه، وغادي نعصر غير النص ديالها اللي غادي يخرج لي تقريبا واحد 2 معالق كبار نتاع عصير الليم. وغادي نزيد لهم واحد نصف ملعقه او راس نتاع الملعقه نتاع الروح نتاع الليم. صافي غادي نخلطهم مليح. الا شفتوها نتوما جاتكم مع الجاريه ما كتبغيوش هاد القوام، زيدوا غير واحد المعلقه نتاع الفرينه باش ما تجيش عاود قاصحه وتجي معجنه من الداخل. هنايا غادي الخليط زاوج غادي نضيف له واحد طانونه او يوغورت نتاع الفريز، وغادي نضيف لهم كذلك واحد الراس نتاع الملعقه نتاع لاروم نتاع الفريز. فيها النكهه وفيها حتى اللون. صافي غادي نخلطهم حتى هما مليح مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. ومن بعد بالنسبه للشكل الثالث فغادي نديرو بالنكهه نتاع الشيكولا. غادي ندير واحد الساشيه نتاع الكاكاو المر، فيها 8 غرام او على حسب واحد المعلقه. وغادي نضيف كذلك نص معلقه نتاع الكراميل حتى هي، وغادي نخلطهم مليح. وغادي نزيد عليهم واحد 2 معالق كبار نتاع الحليب، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. صافي هادو هما النكهات اللي ضفت. وصافي من بعد كما شفتوا معايا يعني 3 تاع النكهات هادو هما اللي ضفت انايا. صافي من بعد هنايا غادي نجيب المول اللي غادي ندخلو الفران. كما كتشوفوا معايا عندي هاد المول اللي داير بحال نتاع لي كوب كيك وهو مشرشف من التحت. غادي ندهنوه بالزبده ضروري، ونرش عليه شويه نتاع الفرينه. وغادي نبقى ندير على حساب 2 معالق نتاع الخليط. ما تكتروش كتر من 2 معالق حقاش غادي ينتفخوا باش ما يتزلعوش. الفران غادي يكون مشعول من قبل، درجة الحرارة تكون في الأول أنا كنخليها شوية مجهدة درجة الحرارة، من بعد عاد كنقصلوه بحال الشمعة. وغادي ندخلهم الأول بالنسبة للفران عفوا تاع الغاز، غادي ندخلهم الفوق حتى كيحماروا وينتفخوا، عاد غادي نهودهم لتحت باش ياخذوا اللون الذهبي. هنايا بالنسبه لهاد الكيكات الصغار راه في الصح كيطيبوا ماشي بحال الكيكه الكبيره. حاولوا انكم ما تغفلوش عليهم، يعني غير في السع وحيدوهم. صافي كما قلت لكم غادي ندخلوهم الفران حتى كيطيبوا. هنايا بالنسبه للاخر هنا ملي طابوا انايا زربت عليهم باش نعاود الكميه الثانيه. خليهم تقريبا واحد 5 دقائق حتى يبردوا شويه، عاد حيدوهم. انا صراحه اللي شريت هذا المول صحاب لي غادي صحاب لي غادي يخرج داك الديكور باين، ولكن ما عرفتش علاش ما خرجوش الديكور باين مليح. ما عرفتش علاش، واش حيتاش درتهم خفاف ولا والله ما راني عارفه. المهم معليش، واخا هكداك جاو زينين صراحه. هنا صافي غادي نحاول انني نحيدهم وغادي نحطهم في واحد الطبسيل. من بعد هنايا كندير الكميه نتاع الشوكولاط بنفس الطريقه. غادي نديرو 2 معالق كبار في كل وحده. هنا انا مباشره بعد ما قليتهم ما راني درتهم مباشره
حاولوا انكم تمسحوهم الاول عاد وعاودوا دهنوهم. انا ما دهنتهمش ولصقوا لي شويه، ما ديروش نفس الغلط اللي درت انايا. صافي هنايا كما قلت لكم غادي نعاود ندير 2 معالق في كل وحده، وغادي ندخلهم الفران حتى هما تكون النار مهيله وراه في الساع كيطيبوا. وهنايا كما شفتوا معايا راه تقريبا كاملين خرجوا لي واحد كميه مناسبه من كل نكهه. خرج لي 12 قطعه، راه يعني كميه جد مناسبه، وغير 3 نتاع البيضات راه مليحه. فقط انا بالنسبه لهاد الكميه اللي خرجت لي غير 10 نتاع القطع، ما خرجت ليش كاع 12. هنايا باش ما نعاودش نفس الغلط، من بعد ما حيدت هادوك نتاع الشيكولا غسلت المول وعاودت دهنته بشويه نتاع الزيت ورشيت عليه الفرينه ولا الزبده داكشي اللي كان عندكم. صافي وحتى هما غادي ندير فقط 2 معالق بكل وحده، وغادي ندخلهم للفران. درجة الحرارة كما قلت لكم تكون ناقصة بزاف، وخليوهم يطيبوا واحد شوية، وراه في الساع كيطيبوا ما كيشدوش الوقيته وقت كبير كتير باش يطيب. صافي من بعد ما غادي يطيبوا غادي نمشيو ديريكت باش نزينوهم. هنايا بالنسبه للتزيين كل واحد باش كيبغي يزين كيبقى لكم اختياري. زينوا باي حاجه كانت متوفره عندكم. انا هنا بالنسبه لهداك الكيك اللي درتهم باللي درت له شويه نتاع الكونفيتير تاع المشماش من الفوق دهنتهم، ومن بعد درت عليهم شويه نتاع الكوكو وواحد دوك الورقات نتاع الورد. وهنا بالنسبه لنتاع الشيكولا غادي درت عليهم شويه نتاع الشيكولا من الفوق، درت عليهم واحد شويه نتاع دوك الحبيبات نتاع الشوكولات. المهم هاد الديكور هذا نتوما كيبقى لكم اختياري، بغيتو ديروا فيرميسال ولا بغيتو تخليوهم هكذاك ولا دهنوا ولا ترشوا عليهم غير الكاكاو المر، كيبقى اختياري. ديروا اي حاجه نتوما كتبغيوها. انايا هنايا كما شفتوا معايا كنزينهم بالشيكولا. صافي غادي نحاول انني نكمل التزيين تاعهم كاملين بالشيكولا وداك الحبيبات حتى هما راهم شيكولا هذاك فيهم البيض وكلشي كيعطي واحد المنظر زين من فيهم الالوان. نتوما زينوه باش ما بغيتو. صافي غادي نكمل هادو نتاع الشيكولا، وغادي نزين الاخرين تاع الفريز. غادي نزينهم بشويه نتاع الناباج ولا حتى هما ديروا لهم شويه نتاع الكونفيتير ولا داكشي اللي بغيتوه. المهم انايا دهنتهم شويه نتاع الناباج ودرت عليهم الفويتين، كيعطي واحد المنظر واعر الفويتين. وغادي بما انهم يعني نتاع الفريز ومن الداخل كيكون اللون ديالهم وردي ولا غوز، غادي ندير عليهم داك الورد. غادي نحط في كل وحده داك الورد اللي المهم داك الورد على حسب الديكور وصافي. صراحه راه كيجيو هميين والمذاق نتاعهم كيجي كيحمق ما تشبعوش به. الا جربتوهم كونوا متاكدين راكو غادي تحمقوا عليهم. كيجيو خطيرين في المذاق وحتى في المنظر، كيجيو هميين فوق الطابله. الا كانوا جاو عندكم الضياف ولا لوليداتكم ديروهم لهم في الكوتي ولا المهم فوقاش ما وجدتوهم راهم زينين بزاف. هنايا كما شفتوا معايا درت له داك الفويتين كيعطي واحد المنظر حتى هو زين بزاف. وغادي كما قلت لكم درت لهم الورد هنايا كتزيين وصافي. صافي من بعد ما غادي نكمل غادي نقدموهم في طبق التقديم. من بعد كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي نتاعهم. صراحه راه جاو كيحمقوا لا في المنظر ولا حتى في المذاق. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. الى عجبكم كما العاده ما تنساوش تخليو لي لي جيم وكذلك التعليق ديالكم. وكنقول لكم بالصحه والراحه. انا الصراحه حاولت انني نحل معكم وحده، ولكن من كنت نصور تعذبت بزاف وما ما حليتهاش. فكنقول لكم بالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.